انا عاوزاكم النهارده بقى تنسوا طعم اللحمه. الطريقه دي سهله وبسيطه وبعملها لما اكون مستعجله. مش هتبطلوا تعملوها والكل هيعجب بالطريقه دي. يلا بينا على الطريقه. هنجيب الحله نحطها على النار ونحط شويه زيت يسخنوا حبه حلوين كده، وبعدين نكون شاطفين اللحمه شطفه ونحطها تاخد صدمه. ويا سلام بقى لما تكون حته اللحمه قطعيه مش بتاخد سوا، تبقى في الانجاز وما بتكملش نص ساعه. عشان كده بقولك دي اكلتي وما بكون مستعجله. نقلبها تقليبه وننزل عليها بالبهارات. بهاراتنا؟ ملح وكمون وفلفل وماجي، حبهان مطحون، والتركايه بتاعتنا معلقه سكر، او ممكن تستبدليها بمعلقه عسل ابيض. تدي للحمه دي طعم خطير خطير خطير، تبقى مسكره وحلوه جدا ومش بتبان طبعا ان انت حاطه سكر ولا حاجه. هنسيبها لما تغير لون، وبعدين هننزل عليها ببصل كتير. هي اساسها البصل. نقطع بصل شرايح وننزلها عليه. بوريكم هنا اللحمه لما غيرت لونها واخدت الصدمه بقى بالبهارات. مش قادره اقول لكم الحته كانت عامله ازاي. قطع بصل شرايح زي ما حضرتك عايزه تقطعي شرايح، تقطعي مربعات زي ما انت عايزه، مكعبات. هنحط البصل معاها ونديها تقليبه ونسيبها يعني البصل يدبل معاه شويه. هنا كان دبل البصل، قطعت قرنين فلفله خضرا وطماطمايه واحده. الطماطمايه برضو بتديها طعم، والله مش عايزه تحط طماطم براحتك. نديها تقليبه ونسيبها بقى تستوى بالميه بتاعه الخضار اللي نازله منها. لو احتاجت ميه بنزود نص كوبايه. هنا خلاص كده استوت. بتقدميها مع مكرونه او رز زي ما حضرتك عايزه، وبنعمل جنبها شويه طحينه. هنا اللحمه كانت خطيره خطيره خطيره، واستوت وبقت زبده ودايبه دوب. بجد تحفه تحفه الطريقه دي. عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها. واحسن حاجه ان تكون حته اللحمه ما بتاخدش سوا عشان ما تغلبكوش في الطبيخ. هنا بوريك اللحمه كانت دايبه دوب. اتفضلوا معايا يا حبايبي، والله اللحمه تستاهل بقكم. مستنيه رايكم. باي باي.